أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. إيه قصة الحجاج والعمد والعربيات التوسان والعربيات المرسيدس السي 200 اللي مشهورة في البلد بقالها كام يوم؟ تعالى وأنا أقول لك. بص يا سيدي، فتح عينيك وطرطق لي ودانك عشان اللي جاي مهم جدا. يجي عمنا الحاج يروح لشخص من إخواتنا ذو الهمم ويحاول يشتري منه الجواب. الجواب ده يا سيدي بقى بيطلع إزاي؟ لازم الشخص اللي من إخواتنا ذو الهمم يكون معاه حاجة اسمها كارت الخدمات المتكاملة. يحق له ان هو يجيب عربيه. فعمنا الحاج بيجي قايم شاري الجواب من الشخص ده، والجواب ده تقريبا بيعمل له في حدود حوالي 35,000 جنيه. طبعا المبلغ ده قابل للعجز وقابل للزياده. عمنا الحاج شاري الجواب ده اللي هو ب 35,000، واخد صاحبنا وطالعين على المينا او على الجمرك بيشتري من هناك عربيه. طبعا العربيات دي او اخواتنا الحجاج بيفضلوا يا اما المرسيدس او التوسان او النيسان القشقاي. عموما ان اغلى عربيه هناك ما بتعديش مبلغ 350,000 جنيه. طبعا العربيه دي بيبقى عليها حظر بيع لمده 5 سنين. طبعا صاحبنا بيجدد العربيه دي لمده 3 سنين، وبيجي دافع السنتين اللي فاضلين دافعهم فلوس للجمرك، طبعا علشان يفك حظر البيع اللي على العربيه. يجي قرار وزير الماليه رقم 334 لسنة 24 ضرب الناس دي كلها في مقتل. تشكيل لجان لفحص المركبات الخاصة بذو الهمم والتأكد من وجود جوابات لها وإنها تخص صاحبها. يعني دي بقى يا سيدي مكونة من إيه؟ ركز معايا كده، خد عندك جمارك، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الاستثمار والتجارة الداخلية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي. وعايز اقول لك حاجه في النهايه، عزيزي الحاج، حضرتك وانت راكب العربيه دي يا ريت يكون معاك عكاز احتياطي، لان الدوله ما بتهزرش ولن تتهاون في ضياع اي مبالغ ماليه مفروضه على تلك السيارات. عزيزي الحاج، وانت راكب العربيه دي طبعا انت خايف زي اللي متجوز على مراته وخايف اللي هو يتقفش. السلام عليكم.